السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وفرح ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم، وهي متأخرة، يعني احنا دخلنا على نص رمضان. هي متأخرة بس معلش، كل سنة وانتم طيبين. والله هي مسألة مشاغل بس مش أكتر. هو النهاردة إن شاء الله الفيديو بسيط كده في كلمتين. نصيحة، يعني هو الموضوع كله نصيحة. نصيحة لأي حد، يعني من خلال تجربة. نصيحة لأي حد شغال في بيته، أو تشطيب بقى مباني أساسات، اي حاجه طالما هتشتغل يعني شغال. نسيت الاول معلش، يا ريت مش تنسي الدعاء لست الوالده، ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يا رب، ويرحم موتانا جميعا. يا رب اشفيها، يا رب اشفيها بس. انا مش قادر اقول غير كده، يا رب اشفيها بس. نرجع لموضوعنا. احنا يعني من خلال تجربة، الانسان فينا بيصرف كل حاجة، ممكن يصرف كل الفلوس اللي جمعها في بيت. ليه؟ عشان يطلع بيت مظبوط. لان الغلطه في المباني ما بتتصلحش بالراحه يعني، بالذات في الاساس. لو انت من الاساس غلط في البيت لعند مثلا دور واتنين، الغلطه دي ما بتقدرش تصلحها يعني بسهوله. انما في المباني سهله، يعني مثلا ابني حيطه ممكن اهدها تاني مش عارف ايه، بس مش في كل الاوقات برضه. المهم، احنا اشتغلنا الشقه اللي احنا شغالين فيها دي تشطيب وكده. فطبعا كل العيوب اللي ظاهره انا عارفها من زمان، انا عارفها من اول ما اشتغلنا يعني، او من بعد ما اشتغلنا بشويه. لان ايامها كنت مستعجل، كان ورايا سفر، عاوز اسافر، عاوز اقعد الاولاد، يعني كذا حاجه. فالامر اضطر بينا الامر ان احنا نسكت ونصهين على حاجات كتير. اولها المباني. ده حاجه. المباني مش هقول لكم طبعا، استغفر الله العظيم، زفت الزفت. الكهرباء زفت الزفت، دي بفلوس ودي بفلوس. المفروض انت كصنايعي مش عارف، او مش انا مش عارف اشتغل، خلاص يا عم هات ناس تشتغل شغل مظبوط وخد ووقف وراهم عادي. لو انت مش معلم في الصنعه. الكهرباء نفس الموضوع. الكهرباء عندي ما شاء الله يعني كلتها، انا غيرت الكهرباء كامله. والله العظيم الكهرباء اللي عندي الوقت صار فوق ال50,000. المفروض لان كان في كهرباء في الشقه اصلا. لغيت الكهرباء التانية خالص، لغيتها نهائي. طب انت استفدت ايه؟ يلي اشتغلتها اصلا خدت فيها فلوس. وطبعا كل وقت يعني ما علينا ان احنا غاليين النهارده، بس ايامها برضو كان الوقت يعني لما اعمل مثلا 7 8000 جنيه ايامها في 2016 2015، كان الموضوع برضو كده غالي. فبالتالي يعني انت اتجه لله اول حاجه. يعني انا مش جد الشغل ما اشتغلش يا عم، مش عيبك. انا اجيب معايا صنايعي كويس واقف وراه وهو يشتغل وانا اعدل عليه لو في حاجه مشكله يعني. انما انت مش عارف او مش ليك فيها، ما انت مش تشتغلش. ادي المباني، الحيطان كلها معوجه، جالبه من فوق، نايمه من فوق، مش عارف ايه، بايظه، كل شيء بايظ. تعالوا بقى ايه للمحاره. احنا جبنا المحاره واحد يعني مننا، شوفوا شغل ممتاز، كان شغال في بيت ناس جيراني، كان من فوق الممتاز، فوق الممتاز. والتشكيل فيه والله العظيم المتر ايامها كان ب6 جنيه او ب5 جنيه. هو خدها من اداهولي يعني، اشتغل لي ب6 جنيه. يعني انت شغال عندي شغل زي الزفت، اشتغل شغل زي الزفت. انا حد بيعمل في بيته 3 سكاكين معجون وتبقى عاوز الرابعه؟ يعني انا شقتي ابن اختي شغال فيها من اول ما بقى خلصنا مثلا شغل فيها، اللي هو البلاط، لعند النهارده لعند امبارح بالليل كان شغال معجون. من قبل رمضان يعني، احنا مخلصين البلاط قبل رمضان ب3 4 ايام، 3 4 ايام. نيجي لعند النهارده، لعند النهارده يجي لعند النهارده اشتغل معجون، اخد معجون بس. يعني انا مش عارف احصر معجون بصراحه، والله العظيم اللي احصره وانزله لكم في فيديو كام شكاره معجون وبكام، واحصره لكم وانزله لكم في فيديو. انا هعملها النهارده، هبعت للراجل اللي انا واخد منه معجون يجيب لي كام شكاره معجون انا خدتها في البيت، في البيت في الشقه، من ساعه ما اشتغلت في الشقه بس. ومش معدوله، مش معدوله يعني.
يعني بقول للناس تتجه الله في شغلها، تتجه ربنا بس في الشغل بتاعها، دي بفلوس. انا النهارده مثلا لما اصرف على بيت شقه كده اللي عندي دلوقتي كده تعدي مثلا 300,000 جنيه ولسه ما كملتش، حرام عليا يا جدعان. دي كل بغلطات ناس كانت شغاله واخده فلوس برضه، مش حرام؟ اه ماشي، احنا كنا مستربعين وعايزين نشتغل مش عارفين ايه، بس برضه يعني انت يا اخي، انت اشتغلت براحتك. ما هو أنا مش قلت لك مثلا خلصت الشقه في يوم خلصتها لي في يوم؟ مش خلصت لي مثلا المحاره في يوم خلصتها لي في يوم؟ ما قلتلكش كده؟ فانت رايح شغال. طب ما انا شغلت الشقه اللي انا قاعد فيها دلوقتي، الشقه اللي قاعد فيها دلوقتي دي ما شاء الله عليها، اللي ما فيش فيها غلطه، مش فيها غلطه في المحاره. حتى لو فيها مش غلطات اللي هي تتعب الدهين، مش الغلط الداري يعني. هي لو خدت سكنتين معجون يبقى من ربنا. الشجره اللي انا قاعد فيها دلوقتي دي وهعملها معاكم برضو ان شاء الله، بس اخلص اللي تحت هتشوف ان خدت سكنتين معجون يبقى كده 100 100. انما تحت النهارده الكهربائي بيقول لي بنبص انا هو على الشغل، يقول لي ده كانت عايزه كمان سكينه معجون تبقى 4 سكاكين. في بيت في الحياه في العالم كله باخد 4 سكاكين معجون؟ وفي كهرباء بتنهيها خالص، ما بتستفدش من الكهرباء في حاجه خالص. في ولا سلوك ولا حاجه، ما فيش الا العلب اللي استفدنا منها. يعني احنا العلب بس اللي استفدنا منها وزودنا علب كمان. بس انا هقول حاجه، انا مش مسامح حد في الموضوع ده. حتى البلاط نفسه كان فيه مشاكل، لما شلنا البلاط وحبيت ان انا الزج لزج، اعمل البلاط اللي مكان التاني لزج، اتلاقيت فيه 5 سنتي، 5 سنتي في حيطه. يعني هي مش بالساهل. وكل واحد يفكر نفسه ان هو مهندس، تيجي كلام الواحد فيهم يبقى مهندس ويزعل انت مش جبتيه، او يزعل انت مش جبته، يبقى مهندس. طب ما انت في شغلك، مش شغلك بايظ وبنصرف عليه فلوس وبنصرف مش عارف ايه. انا الوقت لما كنت عامل حسابي ان المطبخ لما اعمله مثلا لزج، فاللزج ده ما باخدش سنتي. لما عملته مونه هياخد مني سنتي ونص، اصبح المطبخ هينزل معايا 5 6 سنتي زياده. نقص معايا في الشغل بتاعي في الالومنتال مثلا، نقص معايا في المساحه. لما ناخد 3 حيطان سنتي ونص سنتي ونص سنتي ونص، ده 5 سنتي تقريبا. 5 سنتي دول في المطبخ بالذات بيفرق معايا في المطبخ. وكل الستات عارفه او كل المهندسين عارفين الكلام ده. انا كنت في الاردن وعارف الكلام ده، وعارف ان السنتي في المطبخ والحمام بيفرق مع الشغل، السنتي. فيا جماعه اللي بيشتغل في بيته يا يجيب ناس طب واصرف، يا ما يجيبش. انا الشقه دي انصرف عليها مرتين كهرباء كده. اللي خلاني اعملها جبسن بورد هو المحاره بتاعت السقف. لان قسما بالله السقف بتاعي لو كنت اشتغلته بالجبس اللهم صل على النبي، المعجون، والله ما كان كفاها 10,000 جنيه معجون في السقف بس بتاع الصاله بالمطبخ، او الصاله باي مكان فرح. انما انا لا اشتغلت جبسون بورد عشان كده، مش حبا فيه، هو صرف عليا بس احسن حاجه اشتغلتها في الدار هو جبسون بورد. الكهرباء تمام ممتازه. البلاط، انا ابن اخويا اللي شغال في البلاط، وغلطه مني ان انا مش جبته من الاول. هو اشتغل عند الشقه اللي فوق وشطب لي الشقه اللي تحت. غلطه مني ان انا مش جبته من الاول في المطبخ اللي انا هديته، مش كنت هده على الاقل. رخام باظ خلاص، انا رميته، صورته هصوره لكم برضه، مرمي تحت تحت بير السلم، مرمي خلاص باظ رخام. بلاط رميته. البلاط الحمام والمطبخ كان متكلف عليا ايام الرخص حوالي عن 25,000 جنيه، راح بسبب ايه؟ بسبب شغل غلط. واواجه اي حد، ما يهمنيش حد، اواجه اي معلم يشتغل عندي ان هو كان شغال غلط ومفكر ويزعل مني ان هو ما جاش، او يزعل مني ان هو ما اشتغلش عندي تاني. لا ده هو حر، لان انا في الاخر اللي بيصرف من جيبي انا مش من جيبه هو. لما تشتغلي شغل زي الناس هجيبك، انما اشتغلي شغل بايظ وارميه وراك، انا ما استفدتش من حاجه من المطبخ، ما استفدتش منه حاجه، رميت الحاجه بتاعته خلاص. حتى الرخام مش هبيعه. لما قلت لواحد صاحبي خده، قال لي لا هو مش هينفع، لان مش هيشتري ايه، متكسر نص متكسر. فانت هتشتغل شغل زي الناس وتتاجر ربنا في شغلك، يا بلاش تشتغل خالص يا اخي. انا ذنبي ايه ان انا ادفع فلوس وراك انت؟ ذنبي ايه؟
بس انا بقول النهارده احنا في شهر رمضان اهو، والله انا مسامح حد يشتغل عندي شغلانه وبوظها عشان ادفع عليها النهارده جنيه، ادفع عليها 10000 جنيه. كهرباء قسما بالله هنبعد عن السبوتات وهنبعد عن الشغل بتاعي كله، اكتر من 25000 جنيه كهرباء سلوك بس. لفه السلك النهارده ب 1100 جنيه و1200 جنيه. لفه السلك، لفه السلك ايامها كنت جايبها كام؟ 250 جنيه. النهارده ب 1200 جنيه او 1100 جنيه لفه السلك الواحده. انا جايب اكتر من 10 لفات سلك وزياده. 10 لفات سلك انا 10000 جنيه خالص سلك بس، اللي هو ده فنه في الحيطان، اللي هو دفنه. ابص تلاقي الكهرباء بتاعتك بتفصل، الفيش بتتحرج، مش عارف ايه، شغل كله شغل مش لازمه. كل ما احط لنضه يعني الحمام، كل ما احط في لنضه تتحرج، كل ما احط في لنضه تتحرج. ليه؟ ما هو كده من شغل غلط. اوضه اوضه اللي احنا عاملينها الوقت مجلس، كان في لنض فيها بتتحرج، فيش بتلمس. في كوبس عندي كان بينزل ميه، معرفش بينزل ميه منين، متوصل بالخزان فوق ولا ايه، معرفش انا. في المطبخ بينزل ميه، معرفش ازاي، معرفش ازاي. وخبره ايه وشغل ايه وزفت ايه اللي احنا كنا بنشتغل فيه. يعني مصرف بس خلي معلنا بالبلاط، لان البلاط انا كده كده مش كان عاجبني، وكنت بس انا خسرت فيه مثلا، استهلكته مش مشكله. انما الخراطيم المداريه في الكهرباء دي، في الحيطه دي، في الحيطان، المفروض ان انت راجل معلم وعارف ان دي خلاص مش ينفع تتشال تاني. اجي اغير دي كلها تاني من الاول وجديد؟ هتشوف الكلام ده كله في الشغل، هتشوف الكلام ده كله في الشغل. طيب ماشي. المحاره، المحاره نفس الكلام. طب البيبان والشبابيك، البيبان والشبابيك انا اللي غلطت فيها، ان انا رحت اشتريت بيبان وشبابيك سوقي، مش عملت عموله. ودي برضو عن طريق النجار اللي كان شغال معايا، قال لي يا عم السوق احسن، وانا اختار لك انا كنت جايب لواحد بيبان وشبابيك احسن من العموله، وتعالى وانا اجيب لك، ورحنا جبنا كله بايظ. وفر لي فلوس دفعتهم الوقت. والله العظيم ثلاثة، انا عامل 4 بيبان فوق ال 35000 جنيه، 35000 جنيه عموله، او 25000 جنيه تقريبا. فهو يعني انت دي حرام. اللي يشتغل يا جماعه عند حد يشتغل عنده بضمير وذمه، مش عندنا بس. اللي يشتغل عند حد يشتغل عنده بضمير وذمه عشان خاطر ربنا يرضى عليه ويناوله ويديله الحاجه وهو مرتاح، ويحط دماغه كده على المخده وينعس وهو مرتاح. مش هشتغل وخلاص ان انا اسمي شغال واسمي بعمل واسمي بسوي. كل سنه وانتم طيبين.